الحمد لله العلي الأعلى، الحمد لله الذي شرع الشرائع ورفع المناسك وشرف الأيام، فجعل في الأضحى يسر وعظة، وجعل في الأضحى مغفرة ورحمة، وجعل في الأضحى سعة وتزكية. الحمد لله على تمام الشرع وكمال الدين، الحمد لله على نور لا يشترى، ورحمة لا تحصى، وقرب لا ينال بالكسب ولا بالحيلة، ولكنه اصطفاء واختيار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الكبير والكريم إذا أعطى، والرحيم إذا ابتلى، والعظيم إذا تجلى. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، الرحيم إذا أرشد، والرؤوف إذا أمر ووجه. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، هذا يوم عيد الأضحى، يوم العظمة والنسك، يوم العظمة والنسك، يوم الطاعة والذكر، يوم تتجلى فيه كل معاني التضحية والاستسلام والفداء من الله سبحانه وتعالى. يوم الطاعة والذكر، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فاذكروا الله عند المشعر الحرام تقييد بالمكان، واذكروه كما هداكم مطلق للمشاعر والأحاسيس. اذكروه كما هداكم. يقول أحد المفسرين، وأفاد التشبيه هنا التسوية بين الحسن والكمال، فكأنه يقول لك: اذكروه تعظيما كما هداكم هداية عظيمة، واذكروه جليا كما هداكم هداية جلية. اذكروه كما هداكم، فالذكر روح العبودية ولب الهداية، فالذكر روح العبودية ولب الهداية ورأس الشكر، فالذكر هو عنوان عبوديتك لله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. وما الذكر إلا تذكر أنعم الله سبحانه وتعالى، وما الذكر إلا أن يحوي الإنسان قلبا خاشعا ونفسا خاضعة لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى تجلت نعمته على الأنبياء السابقين وعلى الأولياء الصالحين، فما إن يظهر من الإنسان صلاحا إلا وأدركته معية الله سبحانه وتعالى، إلا وأدركته رحمة الله وحلم الله وصفح الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، إذا تجلى نور الله سبحانه وتعالى على قلب العبد كان ذاكرا لله. إذا تجلى نور الله على قلب العبد كان ذاكرا لله سبحانه وتعالى. فسكن القلب عند الاضطراب، فسكن القلب عند الاضطراب، وانشرح القلب عند الضيق، وانشرح القلب عند الضيق، ورأى القلب النصر مع الهزيمة، ورأى القلب النصر مع الهزيمة. هذا أثر ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أيها الإخوة الكرام،
الأضحية شعيرة من شعائر الله، شعيرة بها تقوى القلوب، شعيرة بها تقوى القلوب، وسنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ووسيلة لرزق واسع وأجل حسن مكتوب، وأجل حسن مكتوب. ولذلك جعلوا للأضحية أحكاما وآدابا، أهمها أن يخلص العبد لله سبحانه وتعالى، وأن يذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل لأهله ولأقربائه ولجيرانه ولأحبائه وللفقراء والمساكين نصيبا. ثم من بعد ذلك إشارة مهمة تفوت على كثير من الناس، ألا يجعل مخلفات الأضحية في الشوارع والطرقات تؤذي الناس، وكذلك لا بد وألا يسرف في ذلك الماء الذي يهريقه على هذه الأضحية، لأن من كمل إيمانه راعى الآداب، من كمل إيمانه راعى الآداب. وعن فلسطين الحرة الجريحة المكلوبة المكلومة، وبجوارها بلاد كذلك اغتصبت كرامتها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد للإسلام مجده وعزه. اللهم أعد للإسلام مجده وعزه. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء. اللهم اجعل رايتها الإيمان، وعلمها الإحسان، وبابها التقوى. اللهم اجعلها رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلها حصنا ودرعا للإسلام والمسلمين. اللهم احفظ علماءها، واحفظ قراءها، واحفظ جندها، واجعلها يا ربنا سهما في أعناق اليهود، واجعلها يا ربنا سهما في أعناق اليهود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السلم والسلام والأمن والأمان، وأن يعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية هذه الأيام بالخير واليمن والبركات. جزاكم الله خيرا، وكل عام أنتم بخير.